السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ كده بروايح الشتاء معانا. ونسمي الله. معانا محشي مشكل. بدأت التحضيرات فيه. علقت على حلة مية أغليها لسلق الكرنب. ومعايا خضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة. بقطعهم كده رفيع بالمقص أو بالسكينة، لو حابين براحتكم. هخلص الخضرة لحد المية ما تغلي معايا وابدا اسلق الكرنبايه. هي كنت جايباها بس كان فيها ورق اخضر كده، نضفتها وشلت الزيادات وسبت ورقتين احطهم في اول الحله من تحت. ورقتين خضر كده معايا بحطهم صفة في الحله تحت. حطيت رشه ملح ورشه كمون في الميه. وجبت ميه ساقعه معايا، ميه من الحنفيه عاديه، عشان اول ما اطلع الكرنب من الميه السخنه احطها في الميه الساقعه بتوقف معايا التسويه. لو اتحط على بعضه البخار بيخليه مهري. بحط ورقتين بورقتين كده عشان الحلة عندي ما تاخدش الكرنبايه. بفصل الراس بتاعتها من فوق واسحب منها الورق معايا بكل سهولة، بس ده ما جاش معايا في التصوير. كده بدأت اسلق فيها ورقتين ورقتين. ومعايا برضو بحضر الخضرة وجايبة كل الخضار جنبي، وببدأ احضر فيه حاجة حاجة عشان ما ياخدش وقت معايا ولا اليوم يضيع مني. طبعا انتوا فاهمين المحشي تحضيراته كتير وبياخد يوم طويل، بس لما بحضر كل حاجة قصادي كده بخلص اليوم بسرعة. روايح الشتا بقى والكرنب ونتدفى كده ونزحلق الحلة كده يبقى يوم جميل. كده بدأ خلاص خلصته، هصفي المية بتاعته واشطفه شطفة تحت الحنفية على طول واحطه في المصفى يتصفى. بحب بعد ما اخلصه خالص اشطفه تحت الحنفية واسيبه يتصفى في المصفى شوية. بكل سهولة كده بيتشطف على طول. والورقة معايا ماسكة نفسها، مش مهرية خالص. قبل كده كنت اعمله واحطه على بعضه في قلب صينيه او طبق، اجي بعد كده استخدمه الاقي الورق مهري معايا. بس كده كنت خلاص خلصت سليق كرنبايه واشطفها، وابدا اقطعها واركنها برضو في مصفى، واكمل بقيه الخضار معايا. كده كنت ركنتها في المصفى هي بتتصفى والخضره خلصت، اقطع في الملوخيه في طبق وافتح عليها الميه شويه، وبعد كده انقلها في مصفى تانية تكون الطينه بتاعتها كلها نزلت في الطبق. دي اسهل طريقه لغسيل الملوخيه، لكن لو اتغسلت في مصفى كل الرواسب بتاعتها بتبقى مركونه مش بتنزل بسهوله. لكن الخضار لما يتغسل في طبق بلاستيك ويتشال على مصفى كده بيبقى اسهل. طبعا المحشي انا بعشقه بالبصل الابيض. جربته كتير بالبصل الاحمر، طعمه بالابيض بيفرق كتير. جبت حوالي كيلو معايا، لان ما شاء الله كميه المحشي معايا كبيره. اقشر البصل وابدا اعمل التسبيكه بتاعه المحشي. بسبك له، مش بحب المحشي اللي هو ني في ني او كده، لا بحب المحشي تسبيكه الاصيله بتاعتنا القديمه دي. خلاص خلصت البصل اغسله وابدا افرمه في الكبه. ممكن اقطعه على ايدي لان المحشي مش بيحب البصل مفروم ناعم، بيبقى مكعبات احسن. هحطه في الكبه بس هضربه ضربه كده يطلع لي مكعبات، مش هفرمه ناعم كأن يعني مش عايزاه ناعم خالص. كده كنت هحطه كله في الكبه لقيته كتير هيتهري معايا، قسمته على مرتين. والبصل الابيض حراق شويه بس بيفرق جدا جدا في المحشي المحشي المشكل عموما او اي نوع محشي. كده كنت خلاص عملت على مرتين شفشق بصل. كده طلع معايا مكعبات، مش مفروم قوي ناعم. والبصله بتدبل معايا. جبت قرنين فلفل رومي او حراق لو حابين براحتكم. بعد البصله ما تدبل شويه احط الفلفل عليها اشوحه معاها برضو لحد ما افرم الطماطم. كده خلاص كانت بدأت تدبل اهيت. احط عليها الفلفل، بيديها ريحة حلوة قوي. لو حابين براحتكم، انا مش بعلم حد، احنا كلنا بنتعلم من بعض وبنشجع بعض. هبدأ افرم الطماطم. كانت موجودة عندي وانا متعودة بشيل الخضار عندي في التلاجة بيكون نضيف ومغسول. هديها شطفة كده وافرم الطماطم على طول. الكمية دي هتاخد معايا 3 شفاشق طماطم، ولو في صلصة عادي.
دي رشه بابريكا مدخنه، بتخلي لون البصله معايا حلوه قوي كاني حاطه صلصه. كده كان اول شفشه. هي هتاخد 3 شفاشق طماطم. تسبيكه معايا كتيره، لاني بكتر في خلطه المحشي. بعمل المره دي واركنها، اركن شويه في التلاجة ويوم واعمل تاني، يبقى في خلال يومين كلوا جميع انواع المحاشي. كده كنت خلاص خلصت التسبيكه، وابدا اقطع ورق الكرنب. بشيل العرق بتاعه، واقطع الورق وسط، ولا صغير ولا كبير، كده وسط. هعمل الاخضر ده، هعمله اول صفه في الحله تحت زي ما قلت لكم. والابيض، هي الكرنبايه مش كبيره قوي. كل اللي موجود في السوق حاليا دلوقتي مش كرنب اللي هو الكبير لسه بقى. في الشتاء، كل ما ندخل في الشتاء الكرنب بيبقى حلو قوي. كده بدأت خلاص، وكنت خلاص خلصت الملوخية وخلصت الخضرة. كل حاجة بحب احضرها قدامي وبعد كده اسحب منها. ما بتاخدش معايا سوى وقت خالص في تحضير المحشي. كده كنت وطيت على التسبيكة. كل ما توطي التسبيكة يطلع قدامها كويس جدا. حطيت فلفل وكزبرة ناشفة وكمون وملح والسبع بهارات. هي السبع بهارات بتغنيني عن كمية بهارات كتيرة جدا. كده كنت خلاص سايبة الملوخية في المية شوية، نزلت لي طينة كتير قوي. كده خلاص شطفتها، ودي الشطفة الأخيرة في المصفى، واسيبها بقى تصفى لحد ما اخلص. واغسل برضو الخضرة معايا. هغسلها، حاجة هغسلها هنا في المصفى. مش واقتنع برضو بغسلها، اروح مفضيها في طبق بلاستيك. كمية المحشي اللي انا بعملها كده مش بعملها يوم وخلاص. بعد الهدة دي كلها بعملها بكمية كبيرة بتقعد معايا يومين. وبقى معايا رز تاني يوم، او افوت يوم كده اعمل ورق عنب، ممبار، ورق عنب، اي حاجة. يبقى في خلال اليومين كلوا جميع المحاشي. وانا بحب ايام الدراسة عموما بحب اعمل اكل يومين وتلاتة، مش بعمل يوم بيوم، لان بيبقى يومنا كله في دروس ومذاكرة ومدرسة وكده. مش بحب الاكل اليوم بيوم ده. كده خلاص كنت خلصتها. بصي التسبيكة لونها تحفة تحفة، والقوام بتاعها تقيل معايا جميل جدا جدا. وفي تكاية هنا بحب اضيفها من عندي، لو حابين تجربوها براحتكم. انا اول ما جربتها كنت مستغرباها بصراحة من 3 4 سنين كده. لا، انا دلوقتي بحط نعناع. لو موجود اخضر ماشي، لو ناشف عادي. بيدي ريحة حلوة قوي في المحشي. والاضافة التانية اللي بحب احطها، بس انا ما صورتهاش بصراحة، معلقة بن. انا مجرباها بقالي 3 4 سنين دلوقتي. بتخلي ريحة المحشي مميزة جدا جدا جدا، وكل اللي اكلوه عندي حسوا ان في اختلاف عن اي محشي. براحتكم. انا اول ما بدأت اجربها كنت مستغرباها. بس ما جربتها، اخدت شوية خلطة على جنب كده بعد ما خلصت المحشي، وجربته في حاجات صغيرة جدا جدا. بس حسيت باختلاف بجد. لو حابين تجربوها براحتكم. هي معلقة بن واحدة، مش حاجة كبيرة يعني. كده خلاص كنت وطيت على التسبيكة، وتاخد اخر غلوة كده بالنعناع والبن وكده، واطفي عليها على طول تهدى. لحد ما اخلص تقوير بتنجان وكوسة. لان التسبيكة اما تكون سخنة واجي احطها على الرز والخضرة على طول، بحس ان الخضرة اسودت معايا، مش بتبقى حلوة. تهدى شوية وبعد كده اقلبها بالرز والخضرة. اهو. كده خلاص. انا بعشق البتنجان الاسود في المحشي. الابيض او المخدد لا. انا كده جبت واحدتين بس كده. لكن انا بحب البتنجان الاسود. الابيض بحس عليه بلاستيكه كده، حاجه شفافه من على البتنجانيه، مش بحبه. بحب البتنجان الاسود في المخلل والمحشي. كده كنت خلاص وطيت على التسبيكه. فاضل لي البتنجان والكوسه، وابقى كده ابدا احشي على طول بقى ان شاء الله. هور معاكم بس واحدتين كده، وبعد كده هطفي الكاميرا يعني. وهبدأ برضو اقور الكوسة. بس هاخدهم واقعد كده براحتي بقى اقور، ونشرب كوباية شاي كده ولا نسكافيه، وبعد كده ابدأ احشي على طول. بس
كده كنت خلصت الكوسه والفلفل والبتنجان، وهوريكم بس اخر كوستين كده. بعد ما بقورها بشرشرها كده من بره بسن المقوار. براحتكم، عايزين تسيبوها ساده ماشي، مشرشره ماشي، بس بتدي شكل حلو في الاكل. هي مش تفرق حاجه يعني، بس بيكون شكلها حلو في الاكل بس. الكوسه مش بتتقور زي البتنجان للاخر وتبقى رقيقه، لا بنسيب من جواها لحم شويه. الكوسه مش بكحتها زي البتنجان، اخليها نص تقويره كده. ممكن تكحك كده بالطول او بنغبشه عرض كده، تدي شكل. انا هعمل معاكم واحدتين بس اوريكم شكلها بعملها ازاي وخلاص. الكوسه تقويرها سهل جدا جدا عن البتنجان، على طول ما بتاخدش وقت. اهي كده متشرشره وساده وبالطول. بس كده ابدا اغسلهم بقى. انا غسلتهم قبل التقوير عشان ما يكونوش فيهم حاجه طينه او حاجه، وبغسلهم بعد التقوير كده واصفيهم. اقلبهم في الميه ونضاف ومفيهمش اي حاجه، بس مكان التقوير بشطفهم شطفه وخلاص. وما شاء الله كميه معايا، بس انا قلت عشان يقعد معايا يومين، ما فكرش في تاني يوم في اكل جديد. كده بدات اكفيهم كده في المصفى تتصفى معايا. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وبشكر كل حد بيكتب لي كلمه حلوه في الكومنتات. هشطف الكوسه كده. كنت خلاص طفيت على على التسبيكه. قوامها تقل معايا وريحتها قلبت الدنيا بصراحه. بس كده كنت خلاص خلصت. جبت حله علق عليها للفرخه تستلق معايا لحد ما اخلص، عشان الشوربه تكون جاهزه معايا اسقي المحشي على طول. غسلت الرز وقلبت فيه الخضره المشكله كلها بس. وبعد كده ازود التسبيكه. الحركه دي كانت هتدمر لي المطبخ كله، قلت لا، نرجع نعمل بالكبشه كده حبه بحبه احسن. طول ما انا واقفه في المطبخ واعمل الاكل، اول باول اغسل الحاجه من بعد ما اخلص، اطلع من المطبخ قافله البوتاجاز على الاكل ومخلصه اكلي كله، ما الاقيش ورايا مواعين ولا بهدله خالص. حتى البوتاجاز اغسله اول باول، مواعين في الحوض اشطبها على طول. بعد الاكل ما بيخلص ما بلاقيش ورايا اي بهدله. دي احسن حاجه عشان ما نبقاش حاسين ان الطبيخ او التحضيرات الاكل اي اكل عموما، ان احنا نحس بتقل في المطبخ كده. بس لون التسبيكه تحفه. الخضرة عشان حتى التسبيكة مش سخنة، الخضرة ما شاء الله خضرة زي ما هي معايا. اجيب الحلة اللي انا مسبكة فيها كبيرة، احشي فيها البتنجان على طول. كده كانت المية هتغلي معايا، حطيت 7 بهارات حصى بتوع الفراخ واللحمة. عبارة عن زعتر وكبيبة صيني وزر ورد وفلفل اسود وفلفل ابيض ولوري وحبهان. دي عاملاها للفراخ. وحطيت ملح والفرخه وخلاص عشان يطلع لي شوربه. أنا ممكن اشوحها او اشويها في الفرن او حاجه، لا انا عايزه شوربه عشان المحشي والملوخيه وكده. كده بدات احشي البتنجان. نص الصباع، مش بحب املي البتنجان للاخر عشان الرز بيستوي بيترفع معايا تاني، فانا بسيب له مسافه كده اما يستوي ما يبهدلش الدنيا. بسيب يعني زي عقلتين كده. كده كنت بظبط الكاميرا الناحيه دي او الناحيه دي، مش عارفه تيجي قوي. حشيتهم وانا واقفه كده، ما خدوش وقت خالص. كده كنت خلاص ركنت حلة البتنجان. واحشي الكوسة برضو مش هتاخد وقت خالص. الكوسة بتاخد رزيتين كده وخلاص، ما بحشيهاش قوي عشان ما تفرقعش معايا. بسيب لها برضو مسافة تستوي براحتها لان ملهاش روح. والفلفل بحط في حلة البتنجان فلفلتين رومي والكوسة بتعمل ريحة معايا. والكرنب برضو حطيت له واحدتين.
بدأت برضو الف الكرنب. الصباع ولا صغير ولا كبير، وارصصهم في الحله داير ما يدور كده عشان الشوربه توصل لكل الحله وانا باجي اسويه، لان لو اتلفت غلط اترصصت غلط بتطلع السوا معايا واحده واحده، ما بيكونش كله مستوي. كده خلاص كنت هزود البتنجان والكوسه واعلق عليهم لحد ما اخلص لف الكرنب. الكوسه ما بتاخدش شوربه كتير، 3/4 الصباع او قبل النص كمان، لان هي بتنزل ميه كتير. البتنجان نص الصباع، نص البتنجانية كده، واديها هزة وعلق عليهم ياخدوا غلوة، ووطي عليهم يستووا براحتهم لحد ما اخلص الكرنب. وكده الفراخ كانت خلصت معايا، فاضل لي بقى اخلص حلة الكرنب والملوخية ويكون المحشي كله خلص ان شاء الله. كده خلاص كانت خلاص استوت معايا. اوريكم الصباع بس، الرز طالع مستوي ولا معجن ولا مكتوم، ولا الصباع ما شاء الله مفلفل وزي العسل. والبتنجان برضو كان خلص معايا ما شاء الله. بص الرز مفلفل وجميل جدا، والفلفل عشان مش مكبساه قوي ما شاء الله. كده كنت خلاص خلصت الكرنب، حطيت قرنين فلفل برضو. الكرنب ما بياخدش شوربه كتير، يعني نص الصباع الاخير، واحط طبق كده اطلع الشوربه لفوق وياخد غلوه، وبعد كده اشيل الطبق ويبدا يستوي براحته، بس هوطي عليه. كده كان خلاص بدأ يتشرب، شلت الطبق ووطيت عليه لحد ما اعمل الملوخيه يكون هو استوى خلاص. وكده كنت خلاص حضرت الملوخيه، شويه شوربه في حله، وسن الكربونات وكزبره ناشفه وفصين توم ني، واقلبهم كده تبقى خضرة معايا وتحفه. ممكن يزود لها سنه كمون، سنه فلفل اسود، كل دي بتعمل ريحه معايا بتبقى حلوه قوي. ونكعب زبده والثوم، واحط عليهم رشه كزبره ناشفه وسنه سكر. هتكرمل معايا الثوم، بس ما نغمقهوش لان لما يغمق بيمرر الملوخيه. سنه سكر. وكده كنا خلاص هطفي على الكرنب، والاكل كله خلص الحمد لله. كان يوم جميل وعدى بسلام، والمحشي هيقعد معانا يومين وبألف هنا. وشموا الريحه بقى، شموا الريحه، ملوخيه خضرة وجميله. يا سلام يا سلام على الريحه. طواجن الملوخيه خلاص كده خلصت، واحضر الصينيه اغرف المحشي كله. وكده كنت خلصت الملوخيه، وادي الكرنب والبتنجان والكوسه والملوخيه. نبدأ نغرف. رصصت الكوسه وبعد كده البتنجان والفلفل، ونزحلق حله الكرنب ما شاء الله. الورق الاخضر ده مش كتير، هي اول صفه بس في الحله. وكده الشكل النهائي تحفه ما شاء الله. والفراخ كانت خلصت معايا في الفرن اتحمرت. اشوفكم في فيديو جديد وافكار جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.